عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثالث من قانون المسطرة المدنية استعدادا لمباراة المحققين القضائيين الانتقاء الأولي. اذا كيف العادة بعدما تطرقنا للجزء الأول والجزء الثاني، الآن مع الجزء الثالث سؤال جواب، والدرس يكون بنفس الطريقة التي كان بها في الفيديو الأول والثاني. إذا تابعوا معي الفيديو. إذا كنا قد توقفنا في السؤال 24 في الجزء الثاني. الآن سنبدأ إن شاء الله بالسؤال 25 في الجزء الثالث. إذا السؤال 25 يقول: يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب تجريح بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك. إذا أي قاضي يعرف بأن كاين واحد السبب من أسباب التجريح بينه وبين أحد الأطراف، خاصو يصرح. فين غيدير هاد التصريح؟ إذا أولا لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستئنافات بها. ثانيا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية. ثالثا لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقد أو من محكمة الاستئناف. إذن هذو هما ثلاثة ديال الجهات اللي كيخص أي قاضي عرف بأن كاين واحد السبب ديال التجريح بينه وبين أحد الأطراف، خاصو يصرح لواحد في هاد الثلاثة. السؤال 26: تبت محكمة النقد ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك فيه. إذن هادو هما الاختصاصات ديال محكمة النقد. إذن إلا كيصدر شي نص خلاف ذلك. إذن أولا الطعن بالنقد ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة. إذن أي حكم بالنقد ضد الأحكام الانتهائية من جميع المحاكم المملكة، سواء المحكمة الابتدائية أو الإدارية أو التجارية أو محكمة الاستئناف إلى غير ذلك، جميع أنواع المحاكم. ثانيا الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة. ثالثا الطعون المقدمة ضد الأعمال القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. رابعا البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقد. إذا ملي يكون واحد التنازع ديال الاختصاص بين واحد جوج المحاكم، مثلا بين جوج المحاكم ابتدائية وما كاين حتى شي محكمة فوق منهم إلا محكمة النقد، فحتى هي كتدخل في هاد الصدد. خامسا مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقد. سادسا الإحالة من أجل التشكك المشروع. وسابعا الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة. في بعض الأحيان مثلا عندنا واحد النازلة معينة كاينة مثلا محكمة ابتدائية ولا محكمة الاستئناف، لكن كتم الإحالة ديالها من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي، باش إيفيتو مثلا بعض المشاكل غيكونوا بين واحد العائلات معينة أو لصالح حسن سير العدالة، أو باش تكون العدالة مزيانة ولا من الأمن العمومي. في هذه الحالة راه كنديروا إحالة من محكمة إلى محكمة أخرى. السؤال 27: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول. إذن أي مقال بغينا نكتبوه شنو خصو يتوفر فيه؟ أولا بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. ثانيا ملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات. السؤال 28: يجب أن تكون طلبات نقد الأحكام المعروضة على محكمة النقد مبنية على أحد الأسباب الآتية. إذن بالنسبة للطلبات ديال النقد الأحكام المعروضة على محكمة النقد خصها تكون مبنية على واحد السبب من هذه الأسباب اللي غنشوفوا. عندنا أولا خرق القانون الداخلي. ثانيا خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. إذن مثلا واحد القاعدة قانونية ما طبقاتش كما يجب وضرت بأحد الأطراف. إذن هنايا فكذلك تيكون عندنا
النقد. ثالثا عدم الاختصاص، إذا مثلا مشينا لواحد المحكمة غير مختصة. رابعا الشطط في استعمال السلطة. خامسا عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، مثلا واحد الحكم ما كانش عنده واحد الأساس قانوني، هذاك القاضي طبق واحد مثلا طبق واحد الحكم على واحد النازلة ما كانش في محلها، أو انعدام التعليل، أو التعليل ما كانش في محله، بمعنى دوك الوسائل الإثبات اللي كاينين ما جابش واحد الفصل كينطابق معاهم. إذا غياب الحكم على واحد السيد بواحد الحكم دون سند قانوني ودون تعليل. بالتالي دائما فالقاضي هو مطالب بتعليل الحكم. القاضي اللي حكم على شي واحد خصو يعلل، يكون واحد السند قانوني، ويكون واحد الفصل اللي هو كيأثر لينا مثلا ديك الجريمة، ويكون واحد التعليل عقلاني، وما يكونش أن ذاك الحكم مثلا من فراغ. وبالتالي فخامسا عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، فهو كذلك يعرضه للنقد. السؤال 29: لا يوقف الطعن أمام محكمة نقد التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: أولا في الأحوال الشخصية، ثانيا في الزور الفرعي، ثالثا التحفيظ العقاري. إذن هذو هما ثلاثة الحالات اللي ما كيوقفش فيهم الطعن أمام محكمة النقد. إذن إلا في هذه الأحوال هذو بطبيعة الحال احنا عندنا هنا لا يوقف الطعن أمام محكمة نقد التنفيذ إلا في الأحوال التالية. فهذه الحالات هما التي لا يمكن أن يوقف الطعن أمام محكمة النقد، قلنا إلا في هذه الحالات الثلاث. السؤال 30: ترفع إلى الغرفة الإدارية: أولا الطعون بالنقد ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا. ثانيا الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة. السؤال 31: تخفض الآجال إلى النصف فيما يخص طلبات النقد المرفوعة ضد الأحكام الآتية: الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية. ثانيا الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية. ثالثا الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. السؤال 32: تصدر محكمة النقد قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، وتتضمن لزاما البيانات التالية: أولا الأسماء العائلية الشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي. ثانيا المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف. ثالثا أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر. رابعا اسم ممثل النيابة العامة. خامسا تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة. سادسا أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقد الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم. إذن أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقد تنقصدهم المحامين أو المحاماة اللي كيكون عندهم واحد المدة ديال 15 سنة. خصو يكون في المحاماة 15 سنة عاد باش يكون عنده الحق في الترافع أمام محكمة النقد. السؤال 33: ما هي الحالات التي يمكن فيها مخاصمة القضاة؟ إذن يمكن مخاصمة القضاة في الحالات التالية: أولا إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها، أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه. الحالة الثانية إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها. الحالة الثالثة إذا قضى نص تشريعي لمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض. رابعا عند وجود إنكار العدالة. إذن هادو هما 4 ديال الحالات. راه تلقاو المسطرة المدنية على ما أظن الفصل 391، غادي تلقاو هادو هما الحالات على سبيل الحصر
ليتم فيهم مخاصمة القضاة. السؤال 34 ما هي والآخر، يعني هذا آخر سؤال في الجزء الثالث. السؤال 34 ما هي الأشياء التي لا يقبل حجزها؟ إذن شنو هما الأشياء اللي ما يمكنش المحكمة أنها تحجزهم؟ عندنا أولا فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته. إذن ما يمكنش نحجزو الفراش ديال النوم ديال الملابس ولا الأواني ديال الطبخ اللازمة ديال داك المحجوز عليه ولا العائلة ديالو. هذه الأولى. ثانيا الخيمة التي تأويهم، مكانش واحد الناس عندهم واحد الخيمة ساكنين فيها وغادي ينجو حنايا وغادي نحجزوها لهم بسبب مثلا واحد الدين الى غير ذلك. اذا هادو القانون كيحمي هاد الناس كيحمي لهم هاد الاشياء ديالهم. ثالثا الكتب والادوات اللازمه لمهنه المحجوز عليه. واحد السيد عنده واحد المهنه وعنده واحد الكتب تخص ديك المهنه ديالو، ما يمكنش نجيو نحجزوهم ليه. رابعا المواد الغذائيه اللازمه مده شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته. عنده واحد المؤونه، عنده واحد المواد غذائيه اللي غادي تغطي واحد المده ديال شهر تقريبا، ما يمكنش لنا كذلك نحجزوها ليه سواء اللي هو او العائله ديالو اللي تحت الكفاله ديالو. مثلا واحد السيد عنده الابناء ديالو الزوجه ديالو عندهم واحد المواد غذائيه ديال مده شهر ونجيو حنايا نحجزوهم ليه؟ لا. إذن لا كذلك لا يجوز او لا يقبل. خامسا كذلك بقرتين 6 رؤوس من الغنم. إذا لا عنده 2 بقرات أو 6 رؤوس من الغنم أو الماعز، بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين، حتى هادو تهما ما يمكنش نحجزوهم. سادسا البذور الكافية لبذر مساحة تعادل الملك العائلي. سابعا نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل. إذا هادو هما 7 ديال الأشياء التي لا يقبل حجزها من طرف المحكمة. إذا كان هذا آخر سؤال في الجزء الثالث. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. نتمنى تتفاعلوا معنا وباقتراحاتكم، وكذلك تشجعونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس. نلتقي في الجزء الرابع إن شاء الله. إلى ذلك الحين نلتقي في فيديو قادم. مع السلامة.